صباح الخير للجميع. اليوم أحاول أتكلم عن البذور المستنبتة لأن طلب بعض أصدقاء توضيح أكثر. هسه هاي الخليط الكناري خليط جديد، هاي لأن بيها كتان أحمر وبيها بيريلا ما يستنبت، يعني يمكن من ثاني يوم يستنبت بعض البذور، بس الكتان الأحمر والبيريلا ما يستنبتون، خاصة الكتان الأحمر أو الأصفر يطلع مادة لينة يجعل البذور كلها يفسد وما تستنبت. وهسه عندنا هاي النيجر، هاي 100% جديد طازج، شهرين يعني تم تعبئته تعليبه عفوا قبل شهرين. هاي تستنبت 100%. أضع كمية مثلا هالقد، أضع نسبة، وش اللي أسوي؟ أطلع على أخلي بيها ماي. هاي هسه أخلي بيها ماي، أعتذر لأن هاي للتصوير. أضع بيها ماي وهاي نتركها 6 ساعات. هسه الآن ماي موجود ونتركها 6 ساعات. هاي مال الآن هاي مال بادجي قبل يومين. هاي خليط البادجي أخليها أمام المي هيجي وأنظفها أو أغسلها هيجي. هسه اللي نقصدها بالفيديو بالمواضيع اللي نطرحها، لما تستنبت البذور يعني يصبح مستنبت من ثاني يوم تقريبا. هاي ننظفها، طبعا اتصور بس بايد، ولازم ننظفها هيجي، لان اذا نلاحظ بخير السرساو يطلع من تحت الجذور. حتى هاي ننظفها بالشكل، بس ننظفها هيجي. طبعا اعتذر لان اتصور بايد. شو اللي اسوي؟ اخلي البذور بجانب، هاي الجانب الثاني اللي اخليه هيجي. اللي ما يعرفها كثيرين يصورون فيديوهات، هاي خطأ مع احترامي الشديد. هسه هاي المهم، هسه تم الان نشوف لان بيد واحدة اني هسه اصبح لازم هيجي كل هاي يجي هذه الجهة. نرجعها مائل. عندما نقول مائل طبعا هاي لازم ننظفها بس بإيد واحدة، ما أقدر أكثر من هاي فقط للتصوير. هسه المهم يكون المنقال أو مثل ما يسمى المصفى مائل هيجي، والبذور بذاك الجهة فوق، وهاي المجال يكون لازم يكون فارغ حتى لما تنزل الماء تطلع وما تفسد البذور. هكذا. وش اللي اسوي؟ ارجع مثل ما قلت هاي للتجربة طبعا، نرجعها هيجي حتى شنو الرطوبة ما يطلع. واذا نلاحظ الان لما يطلع ماي يخرج من هنا ما يبقى هنا وما يتجمع، وهاي اللي قصدناه لازم يكون مائل. ولهذا السبب أنا خليت هذا هنا حتى أخليها بالشكل يكون
هكذا مائل ويطلع ماي من النار. وشكرا.